هنعمل الغدا بتاعنا النهارده سهل وسريع، ما ياخدش معاكي ولا وقت ولا مجهود ولا وقفة كتير في المطبخ. وهنعمل المكرونة النهارده، هنعملها بصدور الفراخ، والوش بتاعها هيبقى بموتزاريلا ومن غير بشاميل. ولو اول مرة بقى بتشوفيني، انا مطبخ يسرا، اعملي لايك واعملي شير وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. ويلا بينا نشوف الوصفة عملناها مع بعض ازاي. اول حاجة هنا كده هتضيف بهارات: ملح، فلفل اسود، بابريكا، بهارات فراخ، توم باودر، بصل باودر. وهنضيف كمان هنا معلقة خل صغيرة كده، وهضيف زيت زيتون او ممكن زيت عادي. وهنضيف كمان صويا صوص معلقة كبيرة كده. وهنضيف كمان هنا دي توابل الشاورما. هنا الكيس كان خلاص بيفضى معايا، بس لحقت يعني الحمد لله اللي فيه نزل. هنا بقى هنبتدي نقلبهم كويس جدا كده مع بعض، كل الحاجات اللي احنا ضفناها دي. وهبتدي بقى كده هنا صدور الفراخ البانيه معايا متقطعه كده صغير، وغسلاها طبعا وشطفاها ومصفياها. وهبتدي بقى ان انا هقلبها كويس جدا تاخد بقى من التتبيله، وهسيبها شويه. هنا هنسلق مع بعض المكرونه في حله على النار بقى فيها ميه مغليه، وضفت فيها الملح ونزلت كده بكيس المكرونه زي ما انتم شايفينها اهي. اول بقى ما المكرونه كده اهي ابتدت ان هي تستوي معايا، خلاص هطفي عليها بقى واصفيها واديها شطفه حلوه تحت الحنفيه. هنا بقى في طاسه على النار فيها سمنه وفيها زيت وفيها زبده. وهنزل بقى كده بالصدور البانيه بتاعتنا اهيت اللي احنا مقطعينها زي الشاورما كده اهي. هبتدي ان انا هسويها كده وما تقلبيهاش كتير عشان ما تنزلش ميه كده. دخلت في السوا خلاص. هبتدي بقى ان انا هطلعها كده واحطها في طبق. في نفس الطاسه بقى اللي سوينا فيها كده الصدور البانيه بتاعتنا المتقطعه شرايح، هنزل كده ببصلايه كبيره متقطعه صغير. واول ما البصله تدبل كده معانا هنزل بفلفل الوان وفلفل اخضر، وهبتدي كده ان انا هقلبهم. واول ما يدبلوا كده معايا شويه انزل بقى هنا كده بملح وفلفل اسود وبابريكا. وخلي بالك بقى من الملح عشان احنا برضو كنا حاطين في صدور البانيه ملح. هنا بقى هنبتدي كده. انا حطيت عصير طماطم، وحطيت كمان معجون من الطماطم اللي هي الصلصه الجاهزه كده معلقه كبيره. وضفت هنا بس حبه من الفلفل الاسود وقلبتهم كويس كده مع بعض. وهنا هنضيف لها كده كوبايه ميه صغيره، وهسيبهم بقى كده يتسبكوا كده مع بعض شويه. وبعد كده بقى ده كده شكلها. هضيف بقى هنا المكرونه زي ما انتم شايفينها كده اهي، وهديهم بقى تقليبه. وهنزل بقى بالفراخ، تعتبر يعني زي كأنك عملتي زي شاورمة فراخ كده يعني. هتبقى حلوة قوي بصدور البانيه دي، حلوة قوي. واديهم بقى تقليبة كده كويسة مع بعض. وهاخدها بقى كده طفي النار عالية، واخدها احطها بقى في البايركس كده او اي طواجن عندك او صينية. ضفتهم كده عملوا معايا كده الطاجنين دول زي ما انتوا شايفين، واحد كبير واحد صغير. وهبتدي بقى ارش كده من على وشها جبنه موتزاريلا، سهله قوي وما اخدتش معاكي وقت، ومن غير ما عملنا ليها بشاميل ولا اي حاجه. ايه رايكم بقى في السهوله دي؟ هحط بقى كده اهوت من على وشها الموتزاريلا، وبعد كده ادخلها على الفرن تحت الشوايه. بس كده بقت جاهزه معانا. ندخلها تحت الشوايه، شغل عليها شوايه مش فرن. هي طبعا مستويه وكانت سخنه معانا وتمام. هي بس كده الجبنه هتسيح وتاخد لون زي ما انتم شايفينها كده. بقت جاهزه معانا، خطيره، وطعمها كان في منتهى الجمال، وما اخدتش معاكي وقت، وسريعه جدا، وطعمها خطير. ولازم بقى تجربوا النهارده الوصفه وقولوا لي ايه رايكم فيها. واستنوني بقى في فيديوهات تانية جديده. مع السلامه.